وانا صغير اهلي كانوا مانعين عني القهوه، وفضل الموضوع ده معايا وكبرت 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 لحد ما وصلت سن 18 سنه. 18 سنه دي كنت انا في ثالثه ثانوي، وانت عارف ان في ثالثه ثانوي لازم تكون مركز وصاحي ومفوق علشان تعرف تذاكر صح. والموضوع اتطور معايا وبقيت مدمن قهوه. مفيش يوم بيعدي عليا ما بشربش فيه قهوه، واليوم اللي بيفوت من غير ما اشرب لسبب ما بحس اني ميت، مش عارف اعمل اي حاجه، مش عارف اركز في اي حاجه، وطول اليوم عايز انام. ومع مرور الوقت والايام ويوم ورا يوم ورا يوم حبيبي مجاني ويوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم الموضوع بقى متعب بالنسبه لي، فاضطريت ان انا احاول ابطل اشرب قهوه. وما اكدبش عليك، انا لحد دلوقتي بعشق القهوه، ولحد دلوقتي اليوم اللي ما بشربش فيه قهوه بحس ان انا عندي نوع من انواع الخمول. واللي بيخلي القهوه تعمل التاثير ده كله هو الكافيين. فانا النهارده جيت علشان اسال الكافيين واقول له انت ازاي كده. اهلا، فيديو جديد. اكيد كلنا عارفين الكافيين وعارفين انه موجود في القهوه والشاي، بس في ناس ما تعرفش انه موجود في المشروبات الغازيه زي الكولا، واكيد برضه هو موجود في مشروبات الطاقه زي ريد بول. وصدق او لا تصدق، في مشروبات كحوليه فيها كافيين برضه. فمن اللي احنا قلناه ده نستنتج ان معظم طرق دخول الكافيين للجسم هي مشروبات. اكيد مش هتروح تاخد كافيين حقن مثلا. الكافيين بمجرد ما يخش الجسم يبدا الجسم يمتصه، وبياخد حوالي 45 دقيقه علشان تتم عمليه الامتصاص بالكامل، ويبدا يتوزع في الجسم كله. يعني على عكس ما كل الناس معتقده، انت مش هتشرب القهوه من هنا هتفوق من هنا، هي هتاخد وقت علشان تشتغل، يمكن ساعه مثلا. واكيد برضو القهوه مش هتفضل مصحياك طول العمر، هي ليها فتره وبتخلص، والفتره دي بتكون حوالي 5 ساعات في الناس اللي عندها 16 سنه فيما فوق، وبتكون 10 ساعات عند الستات الحوامل. فلو انت حامل اوعي تشربي كافيين. وبرضه اي حد ما يكترش في شرب القهوه علشان ما يحصلوش تسمم كافيين او يدمنها زي ما انا كنت مدمنها قبل كده. وزي ما سمعت بالظبط، هو تسمم، بس انا مش متفاجئ زيك. انا عارف ان اي حاجه بتزيد عن حدها في الجسم بتعمل تسمم، بس انا هقول لك ايه اعراض التسمم ده عشان لا قدر الله لو جالك تعرف تتعامل معاه. بص، هو مش تسمم بالمعنى الحرفي للكلمه، هو كل اللي بيحصل في جسمك هو ان الجهاز العصبي بيتحفز بشكل مبالغ فيه، بحيث انك هتحس بومضات كده في عينك، كأن عينك بتنور كل شويه، ونبضات قلبك هتزيد قوي عن المعدل الطبيعي. وبرضه هتحس انك زعلان على طول، وهتبدا تخش الحمام كتير قوي، وممكن توصل معاك للهلوسه. بس ليه الكافيين مشهور قوي كده؟ وهل في بدايل للزفت ده؟ بص انا هقول لك. الكافيين يندرج تحت تصنيف الدراجز او الادويه، وخصوصا الادويه النفسيه، قسم المنبهات، وهو مشهور علشان هو اكتر واحد امان فيه. واي حد ممكن يستخدم الكافيين عادي، يعني لو شربته مره مش هموت مثلا، او عمرك ما شفت حد مات اوفر دوز كافيين. وعندك بقى باقي المنبهات زي الكوكايين والانفيتامين والنيكوتين، اللي كلهم مضرين جدا، ونسبه ادمانهم عاليه اكتر من الكافيين بكتير. وبرضه ما ينفعش حد يروح ياخدهم من الصيدليه من غير وصفه من طبيب. بس حتى الكافيين ليه اخطار برضه. يعني عندك وكاله رويترز نشرت في يوليو 2004 ان فريق من الباحثين في المركز الطبي في جامعه ديوك قالت ان الكافيين بيزود نسبه السكر في الدم بشكل مبالغ فيه لما يتشرب جنب الاكل، وبرضه بيزود الانسولين جدا عند الناس اللي عندها النوع الثاني من مرض السكري. وعندك برضه دراسه ثانيه بتاكد على فوائد اللايك سبسكرايب. وبرضه هو مضر جدا بالستات الحوامل، لانه اكيد هيضر بالجنين يعني. وعلى عكس المتوقع، وهو ان الكافيين بيخليك تفتكر وبيخليك مركز ومهيبر والخ، الكافيين بيضر جدا الذاكره المؤقته. وده اللي اتنشر سنه 2004 في بحث اتعمل في ايطاليا. وده كان مفاده ان الكافيين بيصعب تذكر الاسماء جدا، وبرضه بيضعف جدا الذاكره المؤقته، فلازم تتجنبه في الامتحانات، مش زي ما احنا بنعمل ونديها كافيين طول الامتحانات. وفي المقابل الفوائد الصحيه منه تكاد تكون معدومه، وكلها بتتمحور حوالين الحفاظ على خلايا. انا معاك ان ده شيء مهم جدا، في ناس كتير قوي ما بتشربش لا شاي ولا قهوه، وما تجننوش يعني، صباح الفل. نيجي بقى للسؤال المهم واللي انا هجاوب عليه بنفسي من غير حتى ملجأ الى بحث، لان هو انا ما لقيتلوش الصراحه اجابه على النت. والسؤال بقى هو ليه الناس بتشرب قهوه بعدين تروح تنام على طول، بيحسوا انهم دايخين او عايزين يناموا بعد ما يشربوا القهوه على طول. في اعتقادي الشخصي ان الناس دي اول ما بتشرب القهوه بتكون اساسا عايزه تنام، بس بتقاوم، فاهم؟ فبمجرد ما بيشربوا كوبايه القهوه بيبداوا يعتمدوا اعتماد كلي ان خلاص انا شربت قهوه فانا دلوقتي صاحي، مع ان مفعولها بياخد ساعه عشان يبدا زي ما احنا عارفين. فبيحسوا ان مفيش تغيير في حالتهم المزاجيه، فبيستسلموا للنوم، لان الوضع بالنسبه لهم بقى اسوأ، فبيناموا في الساعه اللي القهوه ما اشتغلتش فيها اصلا. بس عارف ايه اكتر حاجه بتفوقني انا شخصيا؟ هي انك تعمل لايك
وسبسكرايب، تسيب لي كومنت جميل كده تقول لي رايك فيه في الفيديو، ولو عندك راي مختلف مع رايي اكتبه ونتناقش في الكومنتس. وفي اخر الفيديو مش عايزين ننسى اخواتنا في فلسطين، علشان انا ملاحظ ان الموضوع بدا يتمحي من الذاكره تقريبا، ومعظمنا بدا ينسى ان في مجازر لسه بتحصل لحد دلوقتي وبقت اسوأ. وعاوز اعتذر عن القطعه الغشيمه اللي انا قطعتها، وعن كل القطعات اللي قبل كده، لان انا شخص غير ملتزم تماما باي حاجه في الدنيا. اتمنى يكون الفيديو ده يعني عوضكم شويه عن الحاجات اللي فاتت او القطعه اللي فاتت. مش عارف اقول ايه. سلام.